احذر من الغفلة، لأن الغافل ظلوم لنفسه، فإذا نزل به الموت تذكر هذه الأوقات فاحذر. يقول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد الغافل ظلوم لنفسه يا عبد الله. أتدري لما؟ لأنه غفل عن الآخرة، غفل عن الزلزلة، غفل عن الطامة، غفل عن الصاعقة، غفل عن الصاخة، غفل عن يوم الحساب، غفل عن يوم الدين، غفل عن يوم الفصل. ألا تقرأ هود؟ ألم تقرأ الواقعة؟ ألم تقرأ المرسلات؟ ألم تقرأ التكوير والانفطار؟ ألم تقرأها؟ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس